السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة يوميات ام رودي. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان كل ما ينزل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه. بصوا النهارده بقى هنعمل حاجة جميلة او سهلة وبسيطة خالص وطعمها حلو وتنفع كمان في شهر رمضان، تعجب الولاد جدا. تعالوا بقى ايه ندخل على الفيديو كده ونشوف الطريقة بتاعتهم ازاي. شكل كده كنت هسرح في الكوباية وانا واقفة معاكم. خلاص يا ماما، يا ماما خلاص. عمالة مش بقولكوا سرحت فيها. كان طعمها جميل جدا الصراحة، خصوصا بعد ما تحط في التلاجة و... وتطلع منه تبقى وهي ساقعة كده تبقى طعمها جميل. بصوا هنا وهنا كده. بصوا بقى الطبقات بتاعتها ممكن تزوقيها بقى اي حاجة بقى زي ما انت عايزة. يلا بقى نسمي الله ونشوف الطريقة بتاعتها معمولة ازاي. اول حاجة عندي هنا كان كيلو حليب او لبن يعني. تمام. وعندي هنا كاستر دريم. تمام كده. هنحط منه 4 معالق كبار على كيلو اللبن. تمام. 1 2. هما كانوا اخر حاجة يعني عندي في البرطمان. انا على طول بجيب يعني الكاستر البرطمان زي ده بيقعد معايا يعني كتير الصراحة. هما كانوا اخر حبة يعني حوالي 4 معالق كده. حطيتهم كلهم بقى كده واحط السكر وهندوب بكاستر بقى بالسكر كويس قوي على البارد وبعدين نرفعه على النار. كاستر من الحاجات الجميلة للولاد بيحبوها جدا والكبار كمان. بيبقى الصراحة طعمه جميل قوي. بس هندوبه بقى كويس اوي لحد ما نتأكد ان كل المكونات دابت معانا والسكر كمان يكون داب كويس قوي وبعدين نرفعه على النار. بس كده نقعد بقى تقلبي بقى على النار ايدك فيها على طول عشان ما يكلكعش معاكي ولا يلزق في القعر من تحت يعني. بس هنا بصوا بقى اول ما تقل معايا كل ما بيتقل معاكي بقى تلاقي اللون بتاعه بيغمق شوية لحد اللون بتاعه ما يصفر كده شوية معاكي. بس كده. هنفضيه بقى في الكوبايات. عندك بولات ماشي. كوبايات ماشي المتاح عندك يعني. ما تقفيش يعني على حاجة. اطباق صغيرة كوبايات زي كده. في كوبايات بتنفع يعني الحاجات دي بتبقى شكلها حلو يعني ما ينفعش نشرب فيها الشاي. الكوبايات دي عندي على شكل الوردة. بخليها الحاجات زي كده يعني. عاملة زي البولات الكبيرة بتاعة الايس كريم. بس دي على كوبايات بقى صغيرة كده فبعمل فيها بخليها للولاد بعمل فيها كاستر وحاجات زي دي. وبصوا ينفع كمان في اطباق يعني زي كده كمان. انا حطيتهم في الكوبايات وحطيت لهم في ايه وفات شويه معايا فحطيتهم في بولات زي اللي هي بتاعه رز بلبن. هنسيبه بقى يربط شويه كده عقبال ما نعمل بقى الطبقه التانية. بصوا انا حطيته في الكوبايات كلها زي ما انتوا شايفين اهو. عقبال ما يبرد بقى نعمل بقى ايه الطبقه التانية دلوقتي نكون على جنب ونعمل الطبقه التانية. تمام. يلا عندي هنا بقى ايه اللبانه تاني. غسلتها طبعا. وهنحط فيها بقى ايه اهو اللبانه هنا غسلتها نضيفة. عندي هنا برضو كيلو لبن تاني او حليب. وهنحط له بقى كاستر بالشوكولاتة. ده كاستر بس بالشوكولاتة. تمام. جبت هنا 2 عبوة دول عبوتين عشان ما تبقاش خفيفة يعني. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. حلوة حلوة على فكرة بس كان محتاج تكية كده. هتشوفوها لما تيجي وقتها هتشوفوها. هنفضي بقى العبوتين وهنحط له سكر برضو وندوبه ونرفعه برضو على النار. بس كده هنحط له بقى ايه السكر. ندوب كويس قوي.
هندوب بقى كويس اوي لحد كله ده ايه بيندمج مع بعضه. بس نرفعه بقى على النار بعد ما دوبنا كويس قوي. ايدك طبعا فيه على طول ما هو على البوتاجاز عشان ما يكلكعش معاكي. نقعد ندوبه كويس قوي، ما بياخدش وقت على البوتاجاز خالص، في ثواني يعني بتلاقيه تقل معاكي. اول ما يتقل معاكي تدفعي عليه على طول على النار. بس اهم حاجه ايدك تبقى فيه على طول. اول ما تحسي ان القوام تقل معاكي وبقى سميكه حلو تنزلي بقى بيه على بقيه الكوبايات. بس كده، حاجة سهلة وبسيطة والولاد بيحبوه جدا، الكاستر ده والحاجات دي كلها. اي حاجة فيها شوكولاتة يعني عامة الولاد بيحبها جدا. بس بعد كده بقى هعمل بقى ايه، كل كل الكوبايات هملاها والبولات كمان، وافيد معايا حبة في القعر كده بقى احطهم في طبق بقى ليا مع نفسي بقى كده في خباثة. اوعى حد يقول لهم انتوا حرين. الفيديو ده اصلا بيصور بقاله كتير اوي والله، بقاله كتير اوي الفيديو ده مصوره. بس هنا كان بردت بقى شوية، وكان عندي هنا حبة بسكوت كده ايه صغيرين وكان ناعم كمان. كان حبة عندي كده كانوا فاضلين من وصفة قبل كده كنت عاملاها، فحطيته كده عليه من على الوش. يعني لو عندك مكسرات حطيه، عندك فول سوداني، اي حاجة عندك حطيها على الوش يعني. زيني بقى كده كوباية تبقى شكلها حلو. انا ما كانش عندي الصراحة مكسرات، لسه بقى هنجيبه كده ان شاء الله. فقلت بقى ايه مش اشكال، عندي البسكوت برضه بيبقى طعمه حلو مع الحاجات دي وهو ناعم كده بيبقى جميل. نزوق بيه كده طبقة من على الوش وخلاص. يعني ما توقفيش نفسك على حاجة، اي حاجة عندك يعني حطيها من على الوش وخلاص. بس كده هنخلص بقى كله. وعندي كمان قولوا معايا اسمه ايه الاحمر ده، كريز. انا عندي حبة كريز كمان في التلاجة، هحطهم برضه من على الوش كده يديله شكل برضه ايه حلو. وانا كمان بحب الكريز، او مع ان عيلة لما يكون في جاتوه اي حاجة بيكون فيها كريز بيشيلوها مش عارفة ليه. انا بحب الكريز جدا والله بيبقى طعمه جميل جدا. هنا دول كمان برضه هحط لهم البسكوت، يعني ما لهمش نفس دول كمان. ما تنسوش لايك وتعليق حلو منكم كده واشتراك لو لسه ما اشتركتوش في القناة. بس هنا بقى بقول لكم اه كريز اهو كسر اللون شوية كان شكله حلو والله جميل قوي. الواحدة قسمتها اتنين وحطيتها، يعني ما حطيتش الواحدة سليمة، قسمت الواحدة اتنين بالسكينة كده ورحت حطاها. شكلها جميل قوي، كان طعمها حلو والله العظيم. انا طبعا بعد ما برد خدته زي ما هو كده بالصينية ورحت حطاه في التلاجة. سبته في التلاجة يعني شوية كتار كده، كل ما بيبقى ساقع بيبقى طعمه حلو. وكان عندي هنا حبة بسكوت كده ايه سادة برضو من الباقي اللي انا طحنته ونعمته زي كده، والتانيين دول كنت سايباهم حطيتهم برضو ايه شوية كده اهو يعني زوقت بيهم كده. ايه رأيكم بقى، استاهل لايك ولا لا؟
يلا لايك بقى والتعليق حلو منكم. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب علينا وعلى أمة محمد كلها يا رب. يلا جربوه وقولوا له ايه رأيكم بقى في التعليقات. كل سنة وانتم طيبين ونعاد عليكم بشهر رمضان بالخير يا رب. بشوفكم فيديو جديد ان شاء الله ومع السلامة.